اعمل كردون بسرعه، هو ما بعدش عن هنا. انت اللي نايم، انت اصحى، قوم قوم اخلص، انت. خير، اللهم اجعله خير، اللهم صل على كامل النور. قدامي. السلام عليكم يا عم. مشي فنجان. ولقد دلت التحريات على أن عبد المنعم حجازي الشهير بمنعم مجرم ومجرم خطير، ربيب المواخير وبؤر الفساد، ولا يعاشر إلا السفلة الأوغاد. إننا لو حللنا دماء المتهم لوجدنا إلى جانب الكرات الحمراء والكرات البيضاء كرات أخرى من نوع عجيب رهيب، هي كرات الجريمة. إنها جراثيم فتاكة تنخر في جسم المجتمع كما ينخر السوس في الخشب والعظام. ذلكم عضو فاسد يجب بتره ويتحتم القضاء عليه. وإني أطلب من هيئة المحكمة أن تنزل به القصاص وأن توقع عليه أشد العقوبة، لعل ذلك يردعه ويكون عبرة لأمثاله من المجرمين. الدفاع. قال السيد وكيل النيابة: لو حللنا دماء المتهم لوجدنا كرات تجري اسمها كرات الجريمة. أنا متمسك بهذا القول، وأصر على تحويل موكلي إلى الطبيب الشرعي وإلى كافة معامل التحليل، فإذا لم يظهر في دمه كرات الجريمة عليكم أن تحكموا ببراءته. إني أقصد أنه ورث الإجرام فسرى في عروقه مسرى الدم. الإجرام لا يورث. هذه نظرية أثبتها علماء كثيرون. سأثبت لك ولهم خطأها. قصة قابيل وهابيل أيها السادة، أول جريمة قتل في تاريخ البشرية. كان قابيل مجرما سفاكا إذ قتل أخاه هابيل. فمن أين ورث الجريمة؟ من آدم؟ من حواء؟ إنهما لم يعرفا القتل ولا السرقة حتى ولا الكذب. ثم لماذا ورث قابيل الجريمة فكان قاتلا ولم يرثها هابيل فكان مقتولا، مع أنهما شقيقان توأمان ولدا في بطن واحدة من أم واحدة وأب واحد؟ الجريمة لا تورث، وكرات الجريمة قول من باب المجاز، وكنت أحب أن ينهض اتهام سيادة وكيل النيابة على الدليل المادي الذي يثبت إدانة موكلي. وما رأي الدفاع في وجود المتهم بجوار السيارة المطاردة؟ هل من المعقول إن فيه إنسان ينام ببدلته في طريق مهجور؟ يا عبد المنعم يا حجازي، عبد المنعم. الله ربي، الله اكبر. اي واحد أحد فرد صمد. ما بتردش ليه؟ لا مؤاخذة يا سيادة الرئيس، أصلي كنت نايم. بتنام كمان في قفص الاتهام؟ الهاتف يا سيادة الرئيس، الهاتف لما بيجيني بنام مطرح ما أكون، واقف قاعد راكب في قفص الاتهام في سيمراميس. ولما انام واروح في النوم بحلم بحاجة مهمة لابد انها تحصل. كده. ودلوقتي حلمت بايه؟ بحاجتين، اولا في حاجة هتتكسر في الجلسة، وثانيا سيادتكم هتحكموا عليا بالبراءة. أرجو من هيئة المحكمة ألا تأخذ بهذه الخزعبلات. إن هذا المجرم كاذب أثيم وأفاق زميم. أنا مش كذاب، أنا مش أفاق، أنا مش زميم أنا. أرجو من المحكمة ألا تنخدع بهذه الدموع. إنه ماكر خبيث يجيد التمثيل كأبرع ممثل على خشبة المسرح. حي الله أكبر، اللهم صل على كامل النور. أكرر عليكم أن هذه الدموع، أنا لا أطمع في أن تتأثر المحكمة بدموع موكلي ولا أن تأخذها الرحمة به إذا ثبتت إدانته. الواقع أن عبد المنعم حجازي بريء، ولن تثبت إدانته لعدم توافر أركان الجريمة. فهو لم يضبط متلبسا، بل قبض عليه وهو نائم في المكان الذي هرب منه المجرم الحقيقي. ولم تضبط معه المسروقات، وقد ثبت للمحكمة أنه لم يكن هناك متسع من الوقت لإخفائها، ولم يثبت أن السيارة ملك له أو لأحد أقاربه أو معارفه أو أصدقائه. ثم إن موكلي لا يعرف السواقة،
ولا يحمل رخصة قيادة، والأهم من كل ذلك أنه ليست له سوابق، فهو إذن ليس بالمجرم الخطير كما يدعي حضرة وكيل النيابة. قدموا لي بعد ذلك دليلا واحدا يكفل لكم أن تزجوا به إلى السجن، دليل واحد أيها السادة. رفعت الجلسة. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على عبد المنعم حجازي الشهير بمنعم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة. مبروك. مبروك على مين؟ عليك. عليك انت يا استاذ، يا اعظم محامي في الدنيا، يا حامي الحمى، يا منصف المظلومين. ايدك ابوسها، ربنا يقدرنا على رد جميلك. تقدر ترد لي جميل. امر يا استاذ، رقبتي روحي أنا مش حياتي. عايز أشوفك تاني مرة أبدا في قفص الاتهام. انا بريء وربنا هو اللي عالم. ايوه قبضوا عليك وانت نايم. ما تفتكرش ان كلامك ده انطلع على هيئة المحكمة. انت حظك كويس، اتبرأت لعدم كفاية الأدلة. اسمع، انت شاب ذكي، انما بتستغل ذكائك في أذية الغير. انما مرة تانية مين عارف. استاذ ما تخافش، انت ممكن اصلاحك. خد ادي الكارت بتاعي، بعد ما يفرجوا عنك تيجي تقابلني نتكلم على رواقه. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يخليك. عن اذنك ومبروك. مع السلامة يا استاذ. لذلك يرى بعض المصلحين الاجتماعيين أن تحول السجون إلى مستشفيات تختص في علاج الانحرافات الاجتماعية. اكتبي: الجريمة لا تورث، والإنسان لا يولد مجرما بطبيعته. ولنأخذ لذلك مثلا قصة قابيل وهابيل، دي اللي اتكلمت أنا عليها في مرافعتي عن منعم. أنا مدونة النص ده عندي، أحب أضيفه بعدين. اتفضل استمر. أيوة، دلوقتي نتكلم عن اضطرابات الحياة العاطفية في عهد الطفولة. الطفل الذي عومل في قسوة وصرامة وحرم من الحب والحنان تجمد عواطفه ويشب متحجر الفؤاد. لا يعرف. عاوزين نشرح أكتر هنا. في حالة مهمة جدا، الخلافات في المنزل بين الوالدين. أيوة مظبوط، تجعله يشعر بالخوف وعدم الطمأنينة. أو يكون سيء الحظ، مثلا يعني زي ما يكون متربي مع جوز أم أو مرات أب. أو أن يكون ابن غير شرعي. حضرتك معلم على الفقرة دي في المرجع ده. أيوة مظبوط. ادخل. تلزم اي خدمه يا فندم؟ الساعة كام دلوقتي يا فرج؟ ايوه يا فندم، الساعه دلوقتي 1:30 و5. كم؟ بقت 1:30 و6. يا خبر. كان لازم نخلص الباب ده الليلة علشان بكرة الصبح أبيضه وأديه لسيادتك تراجعه وبعدين أوديه المطبعة. فرج. بقت الا ربع. السواق فين؟ روح يا فندم. روح ليه؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ 2:05. أنا هرجع بتاكسي. ازاي انا هوصلك؟ لا ما يصحش، حضرتك تعبان ولازم تستريح. واللي تيجي الأستاذة زهيرة ما تروحش لوحدها أبدا. أنا مصرة على طلباتي. طيب فرج. 2 ظبط. طيب روح عندها تاكسي من الموقف. حاضر يا فندم. انت عارفة اشتغلنا كام ساعة دلوقتي؟ حوالي 8 ساعات بس. حاجة غريبة، لما تكون مراتي موجودة في البيت ما بنقدرش نشتغل أكتر من ساعة أو 2 بالكتير. ننتهز فرصة وجودها في اسكندرية علشان نقدر نخلص الكتاب. التاكسي وصل يا فندم. هتفوتي الساعة كام بكرة؟ أفندم. بقول هتيجي الساعة كام بكرة؟ أمرك. 9:15 علشان نكون موجودين في المحكمة الساعة 9. وهو كذلك. تصبحي على خير. وأنت من أهله. فرج. ايوه يا فندم، هوصلها.
مين؟ استاذ ابراهيم، اهلا قلت وسهلا. لك خليك عندك وياك تتحرك. غريبه، بقى دي اصول الضيافه. انا عزمت عليك علشان تيجي تزورني، مش تسرقني. اسرقك؟ حد الله، انا جاي حسب الميعاد. حاكم انا مدي كلمه لازم اوفي بيها تمام. تقوم تيجي وش الفجر. ما هو انا طبعي كده، لازم انام بالنهار وابتدي اشوف شغلي بالليل. جيت ضربت الجرس، محدش رد عليا. في الحقيقه غصب عني نطيت من الشباك. والفضيه دخلت الشنطه لوحدها؟ الفضيه تاكد المره دي هتنسجن لكفايه الادله. انا متاكد ان هطلع براءه. يستحيل. اطمن لان هجيبك تترافع عني. انا اترافع عنك؟ ده احنا بقينا واخر قوي. الساعه بقت 4. شفت يا استاذ، حتى الوقت بيسرقنا. سامعين؟ اقف عندك والا هضربك بالنار. تضربني بالنار؟ أتقتل نفس بريئة ليس لها ذنب؟ الأستاذ الكبير إبراهيم كامل المصلحي قاتل؟ لا، عيب الشو، أنا ما خلصيش أبدا أبدا. أنا قدامك أهو، افعل ما تشاء. أي 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 يخرب بيتك، أنت محامي ولا فتوة؟ ايه رايك؟ لا، حاجة حلوة قوي. قول لي، اتعلمت المصارعة دي فين؟ في معهد ابحاث الجريمه لما كنت بدرس في اوروبا. مش كنت تقول لي؟ كنت اعمل حسابي من الاول. اسمع، حط السماعه بس وافهمني. الو، بوليس النجده؟ انا ابراهيم كامل المحامي. انا عندي حرامي ظبطه متلبس. ايوه قدامي اهو. ارجوكوا تحضروا حالا. بتكلم من فيلا ابراهيم كامل بحدائق الاهرام. تليفون 896 220. وكيل النيابه عنده حق، انا لازم اترمي في السجن. السجن هو اللي هيشفيني. انا وعدت اني اصلحك واخليك انسان شريف. كلام حبر على ورق. انا واثق انك بتضيع وقتك ومجهودك مع واحد زيي. انا مجرم بطبعي. لو مر عليا يوم ما لقيتش حد اسرقه اسرق نفسي. يبقى في الحاله دي السجن مش هيشفيك ابدا. وانا اروح فين؟ اروح فين؟ انا مستعد اسامحك وادي لك فرصه ابعدك عن الجو اللي انت فيه. العمل الطيب ما ينفعش مع واحد زيي. انا مجرم بطبعي. شوف لك طفل، بذرة شر صغيرة، اغرزها في ارض طيبة يمكن تطرح خير. لكن انا خلاص طولت وفرعت وبطرح سم. الوداع يا استاذ. لو كانت كل الناس طيبة زيك ما كانش بقى في جريمة ومجرمين. علشان اخلص ضميري قدام ربنا، القلم ده سرقته منك النهارده الصبح في المحكمة. القلم ده مش بتاعي. لا مؤاخذة. ده؟ ايوه. اصل دول هفتهم وانا جاي في الاتوبيس. منعم، انا هعرض عليك. اسمع، روح استخبى جوه في المطبخ هناك. لف من الناحيه الثانيه. انت خليك انا اقابل الباب. تعال انت معايا. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. انا متاسف جدا وانا بتصل بيكم الحرامي تمكن من انه يهرب. ايه؟ ما تقدرش تدينا اوصافه؟ ما تبينتش شكله كويس. ليه، الدنيا كانت ضلمه؟ لا، هو كان داهن وشه اسود. سرق حاجه من البيت؟ لم الحاجه لكن ما قدرش ياخدها معاه. على كل حال في احتمال انه يكون مستخبي في اي اوضه من الاوض. فتش البيت يا لا يا عسكري. فندم مفيش لازمه ابدا، انا فتشت البيت قبل ما تيجوا. هو عدى الجنينه وطلع الشارع. اي خدمه اقدر اقدمها؟ متشكر جدا، بكره الصبح هعدي على الاسم اتمم المحضر. في انتظارك يا فندم. الف شكر، مع السلامه. لا مؤاخذة يا استاذ، انا اخدت الاحتياط اللازم. في الحقيقة خفت لا تغير رايك. انا متشكر جدا وربنا يقدرني على رد جميلك. في عرضك كفايه عليا جمالي لحد كده. اقسم لك بشرفي. بلاش حكايه شرفي. شوف، انا مهما سرقت الدنيا كلها يستحيل ههوب ناحيتك تاني. صدقني يا استاذ، انا مهما كنت مجرم برضه فيا حبه انسانيه. شويه الانسانيه دول هم اللي عاوز ازودهم لك حبه. انت سمعت ردي على وكيل النيابه؟
ايوه، اهو ده موضوع الكتاب اللي بألفه. كلام حبر على ورق زي ما بتقول. انا كل املي ان اطبق العلم على العمل، وان العالم كله ياخد بنظريتي ويطبقها على كل انسان زيك. والله يا استاذ انا مش عارف اقول لك ايه. انت متجوز يا منعم؟ كنت متجوز مين؟ بصراحه طبعا. نشاله. ايه؟ امال يا استاذ الحياه التعاون. الله يمسيها بقى بالخير، ليله كتب الكتاب هفت المحفظه بتاع المأذون. دمك خفيف. سيجاره؟ لا مؤاخذه يا استاذ، اصل الدخان صنفه كويس. معلش، بكره تاخد عليه. والنومه المريحه والاكل الكويس واللبس النظيف. يا سلام يا استاذ، دي تبقى الاشياء معدن. هتقعد معايا، هتعيش كأخ كصديق، بس تحت شرط واحد. امرك يا استاذ. انك تنفذ كل اللي بقوله لك بالحرف الواحد. بس كده؟ مش هتتحرك من البيت، مش هتختلط بحد ابدا. فجر يوم جديد، ابتداء معيشة شريفة بالنسبة لك يا منعم. انت الليلة هتنام على الكنبة دي لغاية بكرة الصبح نوضب لك أوضة مخصوص. نام استريح، تصبح على خير. وانت من اهله. مين؟ أنا نرجس يا سيدي. خدامة؟ أيوة يا سيدي. غريبة، إبراهيم صديقي ما قاليش إن عنده خدامة حلوة بالشكل ده. ده بس من ذوقك يا سيدي. وحضرتك بقى صاحب الأستاذ؟ أيوة، إحنا كنا تلامذة في الثانوي مع بعض، وإمبارح قابلني صدفة في الأوبرج سهرنا سوا. حبيت أبات في الكندا، حلف عليا 100 يمين لازم أبات هنا. هو حضرتك مش قاعد في مصر؟ لا، أنا قاعد في العزبة. تحب أجيب لي سيادتك فطور؟ لا، هاتيلي كبريت. ولاع. سيدي. ما تيجي. سيدي، ايدي يا سيدي، ايدي سيدي. ما تيجي. فين؟ في العزبة. أعمل إيه؟ تشتغلي. أشتغل إيه؟ اشتغلي أي حاجة. ده أنا طول عمري بشتغل. اعملي معروف. ما عادش فيها بشوف. يما اسمعي بس. جرس بيضرب سيدي حوالي. أيوة حاضر جاية. أفندم يا سيدي، يلزم خدمة. فين فرج أمال؟ لسه ما جاش يا سيدي. أيوة صاحب روح واخد امبارح. صباح الخير. صباح النور. أنت صحيت الضيف يعني؟ لا مؤاخذة يا سيدي، ما كنتش واخدة بالي إنه موجود. طيب حضري الفطور، ولما يجي فرج وضبي الأوضة اللي في الجنينة وهي عشان الأستاذ عمنا. حاضر يا سيدي. أنت ظاهر ما عرفتش تنام امبارح. نمت. لأول مرة في حياتي أنام وأشغل. أنا لما كنت أسرق سرقة أبات طول الليل ما يهوبش النوم ناحية عينيا. كنت أما أسمع صوت العسكري وهو بيقول أها كان قلبي يدق وركبي تترعش. شوف يا أستاذ إبراهيم، مفيش أحسن من الحياة الشريفة. يا سلام. أمال الواحد ياكلها بملح وينام على حصيرة، برضه قصدي على كنبة. عال دي حاجة تبشر بالخير. يا سلام، وأنت لسه شفت حاجة؟ أنا جبت لك قميص وبنطلون وبيجامة من بتوعي. دلوقتي تاخد حمام وتغير، وبعد الظهر هننزل سوا اشتري لك هدوم جديدة. أنت ماسك كام؟ مقاس ايه؟ ده انا عمري ما اشتريت هدوم، وهي الحكايه بتتقضى. بدله من البيت ده وكرافته من هنا وقميص من هنا. طب ده مره في ليله حر قوي كان في واحد نايم بالفانيلا والكلسون، انما ايه؟ حرير من الاصل. في الحقيقه عجبوني قوي، رحت سالتهم من على جتته وسبته عريان. لا، ما انا قفلت الشباك عشان ما حدش يجرحه. طب دلوقتي أنا هدي لك قرشين تحطهم في جيبك وننزل سوا تنقل اللي يعجبك. الرياضة مهمة جدا يا منعم. طبعا الجسم السليم في العقل السليم. كنت بتلعب ايه وانت صغير؟ عسكر وحراميه. ودلوقتي؟ حراميه بس. صباح الخير. الأنسة زهيرة محامية عندي في المكتب. الأستاذ عبد المنعم حجازي صديقي. سبق إننا اتشرفنا.
منعم تقدر تطلع دلوقتي اوضتك تشوف اذا كانت اتوضبت ولا لا؟ ايه الحكايه؟ دلوقتي نقدر نكمل البحث اللي في الكتاب، نحوله من بحث نظري الى بحث تجريبي. انا مش فاهمه حاجه ابدا. لقيته امبارح بيسرقني في البيت. بيسرقك انت؟ ظبطته متلبس فخيرته لما يروح السجن او يقعد عندي تحت التجربه. وعندك امل تجعل منه مواطن صالح شريف؟ ده اكبر امل عندي في الحياه. لكن دي تجربه خطيره جدا. انا زي الدكتور اللي بيجرب الميكروب في نفسه علشان ينقذ البشريه من مرض خطير. ثم على اسوأ الفروض انا خسران ايه؟ بس ايه؟ خايفه من ايه؟ مش عارفه. نازلي هانم لما ترجع من اسكندريه هيكون رايها ايه؟ دي عندي عيلتها هناك، هتقعد يونيو ويوليو واغسطس ويمكن سبتمبر، مش هترجع قبل 3-4 اشهر. زهيره، التجربه دي تستحق مننا الوقت والمجهود والاعصاب. احنا زي الاطباء المعالجين. مرض منعم ده ناشئ عن عقده نفسيه تكونت عنده لما كان صغير، فاحنا لازم نكتسب ثقته اولا، وبعد كده نحاول اننا نصل لسر العقده اللي عنده، وبالتدريج شويه شويه نحاول نفك العقده دي. لازم نكون في المحكمه بعد ربع ساعه. طيب انا هطلع افوت عليه دقيقه واحده وبعدين هحصلك على العربيه. الحمام جاهز يا استاذ. البيجامه اهي، واديني البنطلون والقميص عشان اكوهم لك. الله، امال فين الصفيحه صفيحه ايه؟ اللي بتسخنوا فيها الميه؟ هنا ما فيش صفايح. اظني كمان هتقولي لي مفيش لا ليفه ولا كوز ولا طشت. هنا في سخان وخلاط وكيس كاوتش. اصل انا افتكرت نفسي في العزبه، حكم الارياف ما فيهاش حاجات من دي. عن اذنك بقى. على فين؟ وخارجه. هو دخول الحمام زي خروجه؟ انا هقول لسيدي. هتقولي له ايه؟ بتعكسني. وانا كمان هقول له. هتقول له ايه؟ بحبك. كذاب. ولا نوع استحل. بعد الشر عليك. قلبك عليا. خش بقى. نرجس، نرجس. افندم عاوز حاجه؟ خلاص انا هستحمى اهو. الو. أعوذ بالله، رجعنا للقرف والحر والتراب والرطوبة. انا هضرب لك تليفون اقول لك المأمورية خلصت امتى. اعمل معروف، خلصها اوام لحسن انا هموت من الحر. ويمكن نرجع اسكندرية بكرة. لو الليلة يكون احسن عشان خاطري يا نونس. عيون نونس. أورفوار. الحمد لله بالسلامة يا ست. ازيك؟ باي باي. ابراهيم، ابراهيم. ابراهيم. ابراهيم، ابراهيم. 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 نعم.
كفايه راجل لو النبي. نرجس فرج سلامة. نرجس ايوه راجل في الحمام. ايه؟ ده ضيف صاحب الاستاذ. والله عال ما بقاش الا كده كمان. انجري خرجين من الحمام. حاضر. يا منجي من المهالك يا رب. استاذ منعم حالا اهو. في المحكمة تاخد تاكسي وتروح له لما يكون بيترافع قدام محكمة العدل. لازم يجي البيت حالا دلوقتي، مفهوم؟ اف ايه الحر ده يا فرج؟ افتحوا القرف الشبابيك دي يا فرج. البس قوام. اصل الدكه اتسرقت. دككها بالمرود عندك فوق الرف. فرج تعال. الساعة كام دلوقتي؟ ايوه يا فندم، الساعه دلوقتي 11:30 و5. وجاي شغلك الظهر؟ ما انا مروح امبارح وش الصبح. ليه كان في بارتي؟ لا، كان في الاستاذه زهيره. ده ما بقاش بيت، ده بونسيون. الله، ده لسه هنا؟ ملطوع في الشارع من امبارح بالليل. طب روح انت. ايه اللي حاصل؟ فهمني. قلت لك روح وبعدين افهمك. مش هو ده بيت المحامي اللي كنت هتسرقه؟ لا، دي مدرسه وانا بقيت تلميذ فيها. مدرسة ايه؟ مدرسه الحضانه. ما انت شايف المراجيح يا كروديا. روق دلوقتي. انا هبقى اتصل بيكم. امتى؟ اصل في قبضه كبيره بوضبها هتريشنا كلنا. زوغ انت وطمن الشله. وجب. بيشيلوا اسنانهم، لكن ده هتعمل فيه ايه؟ مجرم خريج السجون. بس ده عمره ما دخل السجن. علشان كده انا شايف انه اصلح انسان اعمل عليه التجارب بتاعتي. تقدر تودي له كندا، تفرش له شقه، بس المهم يكون بعيد عني. انا قاصد يعيش بين عيله مع ناس طيبين. بالعربي انا خاف على نفسي منه. ده هيعيش هناك في الاوضه في الجنينه بعيد زي السفرجي والطباخ والسواق. مش كفايه كل وقتك مضيعه في المكتب والمحاكم والمحاضرات؟ يعني عايزاني اعمل ايه؟ انت غني كفايه، مفيش لزوم للشغل ابدا. احنا لازم نتفسح نسافر. الانسان اللي ما يشتغلش اما يكون عاجز واما يكون عالي على المجتمع. يظهر ان جوازنا كان غلطه كبيره. انت كان يلزمك واحده تلبس فستان بكول وتحط على مناخيرها نظاره. وعاد الوالد من الحقل بعد عمل شاق طول النهار، ثم حمل أطفاله وقال لزوجته الحبيبة: هيا أعدي لنا العشاء وأشعلي حولنا النار. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: أحمدك اللهم فقد وهبتني صحة وعافية لأكسب عيشي بعرق جبيني. أحمدك اللهم فقد أهديتني زوجة صالحة وذرية حلالا. أحمدك اللهم فقد رزقتني طعاما يقيم أودنا ونارا تحمينا من برد الشتاء. يا سلام، حكم. إيه الحكمة اللي اتعلمتها من القصة دي يا منى؟ ايوه، ان الواحد يحمد ربنا على الصحه والعافيه، كويس؟ ولازم يكسب قوته من عرق جبينه. مش كده يا منعم؟ ولما يكسب يقدر يتجوز بنت الحلال ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات وتوتة توتة في رغية الحدوتة. كان في واحدة ست عندها 12 بنت، قالوا لها يا ماما عاوزين لا مؤاخذة يا أستاذ، أصل الأستاذة زهيرة هي اللي... مالك؟ في حاجة مضايقاك؟ منعم، انا مضطر الغي الاتفاق اللي بيني وبينك. إيه إزاي الكلام ده؟ والله من غير ما تحلف، أنا عارف إن الهانم من ساعة ما شافتني وهي مش طايقاني زي ما تكون مرات أبويا. أيوة يا أستاذ إبراهيم، أنا بعتبرك والد وأنا طفل صغير، والأستاذة زهيرة أختي الكبيرة، لكن دايما مرات الأب كده. أنا حظ وحش، مكتوب عليا الشقة. أنا كنت في حلم جميل وصحيت منه، صدمة تانية هتقضي عليا. منعم، لا، منعم هيرجع تاني للسرقة، منعم هيبقى مجرم. ليه يا رب عملت فيا كده؟ ليه؟ تصور يا نونس، مجرم يعيش في بيتي. المهم طمني، هنرجع اسكندرية امتى؟ انا هسافر اوروبا شغل. ايوه، لكن لو جيتي معايا يا نوسة
هيبقى شغل وفسحه، هنلف اوروبا كلها، كان ونيس ومونتي كارلو. توفيل، جنيف يا نونو، لوزان يا نونو، أنا وأنت يا نونو. لا ولا يهمك، أنا أقنعه. الوداع يا استاذ زهير، الوداع يا ناس يا أمراء يا كويسين. إبراهيم تسمح؟ أنا آسفة يا إبراهيم، الحر بيخليني عصبية. خلي اسمه إيه ده يقعد في البيت شهرين 3 زي ما يعجبك. ايه هترجعي اسكندريه؟ لا، اسكندرية رطوبة. طيب روحي راس البر، بلطيم، مرسى مطروح. كل الخط ده رطوبة. حتى مرسى مطروح. سويسرا، ألمانيا يمكن. طيب تقدري تسافري اوروبا. قلت لك بلاش اسكندرية تقول لي أوروبا. علشان صحتك يا حبيبتي. إبراهيم انا متاسف قوي، لو ما كانش عندي شغل كنت سافرت معاكي، سامحيني. أنت سامحني لأني هغيب عنك شهرين وأكتر. هتوحشني يا حبيبي. ممكن تعرفني بمنعم بيه؟ اتفضلي. اقدم لك مراتي، الاستاذ عبد المنعم حجازي، صديقي. تشرفنا يا فندم. احنا سعداء جدا بوجودك معانا. احنا اسعد يا فندم. اعتبر البيت بيتك والحمام حمامك. نعيما يا فندم. عن اذنكم. ابراهيم خليك انت مع منعم بيه. انت تستريح دلوقتي بقى، وان شاء الله الليله نبتدي في اول درس. كان عندي 4 سنين وليا خال اللي مؤاخذة كان غاوي تعميرة. كان يحطني انا والكلب بتاعه قدامه ويشد النفس وينفخ في وشنا. فرجوا بقى عليا انا والكلب بتاعه اخر سطل، انا هوهو والكلب يقول لي بص عيب. وكالك اخر انبساط. والدك كان فين؟ والدي كان في الوزارة. كان بيعمل ايه في الوزاره؟ كان مدير ادارة قد الدنيا. مركزه كان كبير يعني. امال ايه؟ طيب نام يا منعم. انام ايه يا استاذ؟ ما تخافش، نام. انا هقول لك كلمات، وكل كلمه اقولها ترد عليها بكلمه من عندك، اي كلمه تخطر على بالك. حاضر. اخضر. علم. جلابيه. مقطعة. طاقيه. شبيكة. العز. بهدلة. فول. قاس. لبن. حامض. عدس. كشري. ارنب. حشيش. محمد. اخويا. تورته. 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 قلم. جامد. علقه. سخنة. مرات. ابويا. اب. كلب. طب يا منعم اتفضل انت. خلاص يا استاذ. ايوه اتفضل. السلام عليكم. مع السلامة يا منى. مع السلامه. جلابيه مقطعه، لبن حامض، عدس كشري. ده يدل على حرمان شديد في طفولته، فول قاس، ارنب حشيش، دليل انه عاش في بيئه منحله. وكونه ما علقش على كلمة تورته ده يثبت ان هو ما يعرفش معناها. قلم جامد، علقه سخنه، مرات ابويا، اب كلب. ده يوضح ان مشكلة طفولته هي مرات الاب. ايوه. اقف عندك يا حرامي. مالك ترعشت كده ليه؟ دي تمثيلية في الراديو. أنا كنت فاهمة غلط، كنت بحسب إن الحرامية قلبهم جامد. اتضح لي العكس، الواحد منكم جبان يخاف من خياله. بتصغر لي كده ليه؟ خوفتني يا شيخ. معلش. أنت بتهددني؟ اقف عندك يا حرامي يا لص. حضرتك بتتسلى عليا؟ أنت مش حرامي؟ حرامي ولا لأ؟ كنت. يعني حرامي سابقا. تشرفنا. تسمح بالكارت بتاعك؟ فرق كبير بينك وبين الاستاذ ابراهيم. أصل إبراهيم عبيد. ابراهيم انسان. اخرس يا قليل الأدب. انت ست ما عندك الذوق. طبعا كل همك تجرح الناس وتؤلمي احساسهم. لك حق، لانك اتولدت على كفوف الراحه، لابسه ذهب وبتتمرغي في حرير، فايقه ورايقه وبتتريقي على عباد الله. جرى ايه يا منعم؟ ولا حاجه يا استاذ، احنا عرفنا بعض بالمعروف نتفارق بالمعروف. في ايه؟ جرى ايه؟ فهميني. اسأله. الست بتتبسط قوي لما تقول لي يا حرامي. انا اسمي منعم، مكتوب كده في شهاده الميلاد. أنا مش فاهمة هو مكبرها كده ليه؟ أنا كنت بهزر معاه. خلاص يا منعم ما تزودهاش، خليك بحبوح. استاذ ابراهيم نهايته تصبح على خير. وانت من اهله.
ما دام قبلت يستنى في البيت مفيش داعي لاهانته ابدا. ما قلنا خلاص. نازلي ارجوكي تعامليه باللطف، خديه بالسياسه كانه طفل صغير. ايه، احطه على حجري وهشيكه واقول له نجغ؟ نازلي افهميني، انت ست مثقفه، احنا عاوزين نخليه ينسى ماضيه ونرجع له ثقته بنفسه. المهم هنسهر فين الليله؟ ايه رايك في الاوبرج؟ مفيش مانع ابدا، بس عندك شغل ساعه بس؟ مش اكتر. مفيش فايده. نازلي الساعه هتجر ساعه وهتقعد للصبح. اوعدك بكره اكون تحت امرك. اتفضل، الاستاذ زهيره مستنياك، زمانها قلقانه. اتفضل. بس يا عم، فضلت اتحنجل له لغايه ما طويته وحطيته في جيبي. الراجل اتفق معاه يقعد عنده علشان يصلحك ازاي؟ عاوز يخليني انسان شريف، هيطلع مني شويه الكرات الوسخه. هو هيكون عنده شذوذ؟ شذوذ ايه وانا عبيط؟ الله، لكن ايه اللي زنقك دلوقتي تقعد عنده؟ خاس عليا ايه؟ اكل شارب نايم قايم. طب والشغل؟ ماشي زي ما هو. وانت هناك؟ هناك هتكون الاداره، المركز الرئيسي، كل حاجه نسرقها وخايفين عليها نخبيها هناك. اظن مفيش امن من كده بقى. وبيني وبينك انا مخمل له عنده فلوس زي الرز. لا، وهنعبي امتى؟ اما تيجي الفرصه. مساء اللطافة. مساء الخفافه. حاجة نزاجة قوي، حرير فحرير وكلونيا بتفحفح. اهلا اهلا اهلا. ازاي اللي انت عندهم؟ بخير. بتمرجح كويس؟ ما تقعد تشربي لي الكاس. ما عنديش مزاج. طب انا محصلك. اللي حصلني يكسرني. منعم نتكلم في الشغل شويه. نتكلم في الشغل. انا موضب شغلانه وراسم لها كويس قوي. شغلانه كبيره؟ على قد ما اسم. وماله، الايد البطاله نكسه. زي النهارده يوم الخميس الجاي الساعه 12 بالظبط، نص الليل بالظبط. ويطلع
أنا عايشة فيك ولا دارية بيك مخاصمني ليه يا شبابي ليه درسي بعتني بيفكرك بميعاد الليلة، نص الليل الساعة 12 بالظبط. الو عنايات، برافو لقيتك. انت كمان زهقانه؟ خلاص عندي الليله. كوم كان بوكر زي ما تحبي. اورفوار. كوم كان ايه ده؟ انت النهارده حظك بوم. محدش عارف ياخد معاكي كوب. مش معقول. فلوسكو. مساء الخير. مساء الخير. مين ده يا نادي؟ واحد من اصحاب ابراهيم. وبيعمل ايه هنا؟ بيحضر رساله ولا بيألفوا كتاب مع بعض مش عارفه. مالك هتكلمي عليكي كده؟ انا ما بقاش الا ده كمان. ليه؟ وحش؟ ايه عاجبكوا قوي؟ مش بطال. نازلي، ممكن تعرفيني بيه؟ جرى ايه يا جماعه؟ انتوا ما شفتوش رجاله قبل كده؟ نازلي بيشرب؟ ما اعرفش. بيلعب يا نازلي؟ ما اعرفش. اف الكمكم ده يطلع الروح. ايه رايكم نقلبها بكره؟ ما ينفعش احنا 4. الخامس موجود. عن اذنك. بونسوار يا استاذ. بونسوار. حرم كامل بيه شموتي. شموطي؟ ازاي؟ كتاب ايه ده؟ ده كتاب اصول علم الاجرام. هو الاجرام له اصول؟ امال يا فندم زي الاتيكيت تمام. دمك شربات. متشكر قوي يا فندم، عن اذنك. على فين؟ اصلي مضطر اقرا الكتب دي كلها الليله وادرسها كويس. طب ما هو اللعبه دراسه كمان. كده؟ البكره مش في ضرب. وسرقه. خلاص تعالى ادرس تعالى. ايوه بس لكن ولا لكن ولا حاجه، خليك عملي. اصلي مضطر يعني. بونسوار. بونسوار. ألفت هانم حرم الأستاذ ماهر شفيق. عنايات هانم حرم الوجيه سيد عبد. الأستاذ عبد المنعم حجازي ضليع في القانون الجنائي، بحاثة في الجريمة والإجرام ومتخصص في السرقة. تتسلى بوكر يا أستاذ؟ ايوه بس انا لسه مبتدئ يعني. لا ما احنا هنلعب رخيص. الميزه 5 جنيه. طيب يا منى. بس أفتح جنيه. جاي. 3 جنيه. طيب وياكم. بس جاي. عايزة كم؟ 3. كم يا أستاذ؟ كارت. كم يا لولو؟ 2. أنا هاخد واحد. بس بارول. صلت. بس. طيب عندك ايه؟ كاريه 7. كرياس. استنى كرياس. كارت. 2. ايوه مدام. كارت. كارت. مدام. وكارت. اتكلم يا أستاذ. صلت. طيب باس. عندك ايه؟ عندي كرياس. مش معقول. أنا عندي في الرواب القاس. على العموم كرياس يكسب. مش معقول. وش معنى أنت لما جالك 4 قاس الأستاذ ما قالكيش حاجة؟ مين اللي كان بيفرق؟ انا اللي كنت بفرق ومفنط الورق مرتين والهانم قطعت. على العموم انا حظي كويس قوي الليله، وعيب العب مع ستات واكسب منهم. كل واحد ياخد فلوسه. بتقول ايه؟ بقول يعني ان احنا كنا بنتسلى. خلاص كل واحد ياخد فلوسه، وتاني مرة أنا ما بقيتش تاني مرة إيه؟ ولا حاجة. عن إذنك يا نبي. ما هو يا معلش. دوب أصل راح أنا وجوزي الأوبرا أبيان صور. استاذ منعم، انت مدهش في اللعب. مع اني غشيم. مش باين عليك. معلش، ما هو الغشيم يكسب اول مره علشان تيجي رجله بعد كده. كده؟ طب ما تيجي نلعب سوا. فين؟ انا تليفوني 42 957.
تصبح على خير يا هانم. يا استاذ تاني مره ما تبقاش تلعب مع ناس شيك. يا فندم انتم اللي دعيتوني لله. عشان تلعب مش عشان تسرق. يا فندم اخر كول 4 آت. مالهم؟ انا شفتك وانت بتسحبهم من كمك بس ما حبيتش اعمل فضيحه. يا ريتك عملتيها، وانا كنت افرش المنايه واشلق لكم وافضحكم يا راجل يا ولاد. بتقول ايه؟ بردون. انا لما اسرق كخ، وعناد هانم لما تسرق دح. اخرس، انا اصحابي ناس اشراف. اشرف مين؟ واحده بترقد الورق، والتانية لازقه فيا وهتدوس في رجليا، والتالتة مسبله عينيها ونمرة تليفوني 42 957. قليل الادب. اللي هو انا. انت مجرم. اي نعم انا مجرم صحيح، بس عيب ان انا مكشوف. الدور والباقي على الزوات الشيك اللي ستراهم الفلوس والمظاهر. انت لازم تروح السجن. يا ريت السجن ارحم من القرف اللي انا فيه ده. على الاقل السجان اللي عليا راجل مش نبات، مش هانم ديليكات. منعم. قول للاستاذ بتاعك ان انا مش راجع مهما يدور عليا، لو دفعني على الساعه 100 جنيه. منعم، انا اسفه وحقك عليا. لا حق ولا مستحق. اقعد يا اختي بالعافيه. مساء الخير. مساء النور. ايه مالك؟ لا تعبان شويه. لا سلام، تعال انا عايز ادردش معاك شويه. معلش اصل انا عاوز انام بدري. مساء الخير. اهلا. عشتي؟ ابدا، مستنياك يا حبيبي. ايه رايك يا استاذ منعم نتعشى سوا؟ وبعد العشاء هنقرا انا وهو كتاب مهم جدا. كتاب ايه يا ابراهيم؟ يا اخي ما فيش ليله نقعد مع بعض. انا هسمعكم مزيكا جنان. يا فندم قولي له محضروا 10 اوام. حاضر يا فندم. لا كفايه الاثنين. ايه يا عيان؟ ايوه انا حاسس بقى ان سلسله ظهري وركبي بترعش. ايه عندك برد؟ انا خايف الاسيويه تجيني. على اذنكم اصل انا مستعجل قوي، عاوز انام. جنيه 37 قرش. 22 لسه ما جاش؟ لسه ما جاش. ولا كلمة. صباح الخير. صباح الخير، اتفضل. ازيك النهارده؟ الحمد لله احسن. نمت كويس امبارح؟ خدت اسبرينه وحطيت دماغي على المخده، ما دريتش بنفسي الا الصبح. قريت جرايد؟ لا والله لسه. يا اخي في حادثه غريبه قوي حصلت هنا. خير؟ اسمع يا سيدي. اقتحم بعض اللصوص مخازن شركه الترام في منتصف ليله امس، وهجموا الصراف واستولوا على حصيله النقود ثم ولوا بالفرار. غريبه. وامتى حصلت الحادثه دي؟ امبارح حوالي الساعه 1:30 صباحا. والخبر اللي هينزل في الجرايد وريني. مش ده المهم. اسمع يا سيدي. وعند الفجر فوجئ المحصل بشخص يدخل عليه ويرد له المبلغ المسروق،
والمرجح ان احد اللصوص قد استيقظ ضميره فاعاد المبلغ المسروق الى المحصل العجوز. مش ممكن. مش ممكن ليه؟ ما فيش حرامي يعمل كده ابدا. ايوه لكن ده حصل. ما حصلش. ما حصلش؟ قصدي اقول يعني قصدك تقول ان مفيش حرامي بيصحى ضميره؟ مفيش حرامي يعرض نفسه للخطر. على العموم انت الاصدق. ايه مالك؟ الظاهر بقى الاسيويه رجعت لي تاني. مالكش حق تقوم السرير. انا ما اتنقلتش. قصدي يعني دلوقتي. ما هو انت اللي بعت لي. انا متاسف. انا حاسس ان ركبي بتترعش وسلسله ظهري. عن اذنك. ما تتعبش نفسك يا منعم. قلت لك المبلغ رجع للصراف. مين اللي رجعه؟ مين؟ انا. انت؟ عشان انقذ الراجل العجوز المسكين. ده ناقص 50 جنيه. انا كملتهم من جيبي. يا خساره. انا كنت فاهم ان تعبي هيجي بفايده، انما الظاهر ان في صنف من الناس المعروف ما بينفعش معاهم. تعال معايا. هنروح مشوار صغير. تعال. مين يا محمد؟ واحد بيقول مندوب جرنان. خليه يتفضل يا ابني. حاضر يابا. اتفضل. صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح النور. اتفضل اتفضل استريح يا ابني. كزوزه يا محمد اوام. حاضر يابا. اهلا وسهلا، شرفتم. فين الكوره بتاعتي يابا؟ مفيش كوره. هاتها. مش هديها. هاتها بقول لك. تعالى هنا انت وهو. اخص عليكم وعلى وشكم. فوت. وانت تعالى هنا. ولد يا سلم. يا مسغول. معلش يا ست محمد، سيبيه سيبيه. هتصورونا في الجورنال؟ ايوه. هات قرش. اتكتم انت، خليهم يتكلموا. بلغنا ان الحرامي رجع لكم الفلوس. ربنا يهديه ويتوب عليه. الهي يكون له ما يكون عليه. إلهي يفرمه ترمان. يا ولد، مش انت اللي قلت كده؟ طب قوم فين؟ الحقني يا فندي. معلش سيبيه يا ست محمد. هات قرش. تقدر تشرح لنا شعورك بعد حادثه السرقه؟ والله انا بقيت زي الغرقان ودماغي فيها دوامه بتفكر في حاجات كتير. واذا اتسجن انا واولادي نجوع ونتشرط. وفيش حد يلاقي شغل دلوقتي ابدا. يا حسره عليه، لا بقى فيه صحه ولا عافيه. وعلى احسن الفروض هيوقفوا ماهيتي. عمل التحقيق ما يخلص شهر 2 3 واحنا يا دوب عايشين يوم بيوم. صدقوا بالله بنجهز بنتي بالدين. تصوروا بقى لما عريسها يسيبها. عريس اختي اسمه عبد المتجلي. عقبالك. هات قرش. الله. وشعوركم ايه لما رجع المبلغ؟ الروح ردت فينا. بقينا هنطير من الفرحه. بقينا نقول فين الحرامي ده عشان نبوس ايديه. علشان ربنا يستره وما يفضحوش. مش متذكر شكل الحرامي اللي اغتصب منك الفلوس؟ والله هو في جسم الافندي ده وفي شبه كبير. لا مؤاخذة يا ابني. العفو. بس دوكا كان في وشه غضب الله. الكازوزة جت. هات قرش. اتفضلوا اتفضلوا. ابويا كان راجل عظيم، كان مدير اداره قد الدنيا. ماهيته كانت فوق عن 100 جنيه كل شهر. يا سلام. استنى يا منى. والدك كان اسمه حجازي عبد ربه، اهواجي بحاره سطوحي بولاق. اخس. مفيش داعي للكذب يا منى، الانسان ما يعبوش اصلا. انا والدي الله يرحمه كان راجل بسيط، رباني وعلمني ووداني المدارس بنص مجانيه. ذاكرت واجتهدت واخدت الشهادات العاليه وبقيت زي ما انت شايف. انا يا منعم فخور قوي بوالدي بالرغم من انه كان موظف بسيط. مع السرقه فكلنا سرقنا واحنا اطفال. انا مره سرقت بيضه من بيت الجيران، رحت سرقتها من ورا والدتي ومن لهفتي زلطتها وهي لسه سخنه بتلهلب. وبعدين ظبطوا القشر في صفيحه الزباله. اكتشفت طبعا. ظلمت في الخدامه، جم يضربوها علقه، رحت معيط واعترفت بالجريمه. وكلت انت العلقه؟ لا ابدا. والدتي مسكتني من ودني وقالت لي البيضه دي هتوجع بطني، وفعلا بت ليلتها وانا عندي مغص، ومن يوميها ما سرقتش ابدا.
الحكاية دي بتفكرني بحكاية زيها بالظبط. تلميذ صغير في تانية ابتدائي سرق كتكوت واحد، لا كان قصده يسلقه ولا يزلطه. قفش ابوه من قفاه ونزل فيه ضرب وجرجره لغاية المدرسة، سلمه للناظر. الناظر بجلالة قدره وقف يخطب ربع ساعة. المجرم اللص حرام الكتكوت حاسبوا منه، اوعوا يسرق منكم الكتب والمساطر والاساتيك. وهتف الناظر 3 مرات والتلامذة يرد وراه. ويا ترى صاحبك ده بتشوفه دلوقتي؟ ما بيفارقنيش لحظة. بيشتغل ايه؟ حرامي طبعا. بعد حادثة الكتكوت كل سرقة تحصل يظلموها فيه. ياما كل ضرب وتكتف في عمود السرير وبات ليالي جعان من غير اكل. اخيرا ابوه زهق منه اطرده، والبركه في مرات ابويا. كان عندي 10 سنين، جعت واتشردت لما قرصني الجوع والبرد كل جتتي. سرقت. وقبل ما تسرق ما حاولتش تشتغل حاجه ابدا؟ ميكانيكي سيارات. كل قسط اشتغل عنده ابويا يوصيه عليا، على الاقل هب واخد فوق دماغي ضرب واهانه وشتيمه. يا لص يا ابن اللص، بص ده مفتاح انجليزي واخده فوق دماغي. علشان كده انت حاقد على المجتمع. تأكد انك بتسرق انتقام من ابوك ومن الناس اللي ظلموك وانت صغير. يا منعم، زي ما في ناس بطالين برضه في ناس كويسين. وجيت للحق كله محصل بعضه. ابدا يا منعم، صدقني انت راجل طيب. انا معاك في ان الانسان بعض الساعات بيتغش في الناس، في اقرب الناس اليه كده. صدقني. المهم ما تاخدش ذنب البطال مش كويس. حاول انك تحب الناس وتكسب صداقتهم. هحاول. حاسب حسام جاي. استاذ نايم يا فندم. تعالى يا منعم. ايوه يا فندم. انا ورايا مشوار مستعجل ومش هلحق اودي العربيه للميكانيكي. تشوفها لي فيها ايه؟ الله، ده الاسبراتير مفكوك وترمبة الميه بتخر. او فيها كمان تخبيط من تحت. اشوفه يا فندم. طيب احنا هناخد تاكسي والبركه فيك. ان شاء الله لما ترجع تلاقيها مظبوطه تمام. السلام عليكم. مع السلامه يا فندم. صباح الخير يا سي منعم. صباح النور. درش بيسلم عليك وبيقول لو ان المفتاح. مفتاح؟ اجيب لك الطفاشه. يا واد المفتاح الانجليزي. ده الشاكوش، افتح لك بيه دماغك. المفتاح. اصل درش قرف الجرانين. حط الكوريك وارفع العربيه. بس يلا يا ولد، كمان شويه. ارفع يا ولد. هوب. بس كده كفايه بس. اصل درش بيستعجب انت ازاي ترجع الفلوس. خش تحت العربيه عشان نشوف الخط اللي فيها. بس الهدوم تتوسخ. خش بقول لك. الله خش. سمنع سمنع. يا الطاف الله، يا مهلا بيا يا سمنع. صباح الخير. يا صباح الفل. انا طلعت لك في الاوضه واديلك الفطار ما لقيتكش. تسلم ايديك ورجليك. تسلم لي يا ندامه، ده انت بنطلونك اتوسخ خالص. معلش ودي المكواجي. ومكواجي ليه؟ انا اغسلولك واكوهولك. امال انا صنعتي ايه؟ وليه تتعبي نفسك بس؟ تعبك راحه يا سيدي. يا مهلا. يلا على جوه. ياه، وبتشخط فيا كده ليه؟ قلت لك يلا على جوه، وتاني مره ما تنزليش الشارع الا ما تلبسي شراب في رجليك. يلا. ده ايه يا اخويا؟ درش بيقول لك. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. ازيك يا منعم؟ العربيه مشي وبقى تعال. انت باين عليك قسط شاطر قوي. انا هوصي عليك ورشه كبيره. وليه يشتغل بالاجره؟ فعلا انا مستعد افتح له ورشه،
عندك مانع تشاركني؟ انا بفلوسي وانت بمجهودك. مفيش اي مانع بس يعني. طيب خد. لا يا استاذ ابراهيم. خد لا بس اسمع كلام. وده إيه كان بيساعدك؟ ده صبي. خد يا شاطر. اول قرش حلال يخش ايدي ولا شاء السرقه. لا هنا عسل. بونسوار تو الموند. اهلا نونو، اتاخرت ليه؟ اولا خليني اهنيكي على الفستان الجميل ده. عجبك؟ جنان. انا عملت الباسبور بتاعتي، مش هتسافري معايا؟ لما اخلص باسبور اقدم لك استاذ عبد المنعم حجازي. بونشانتي. نونس ابن خالي. نونس. ازيك يا نونس؟ اولا اسمح لي اهنيك على الفستان، على البدله. لا الله يكرمك. تعالى يا نونس. منعم ما تقلش في الشرب. ده التاني وشرف ابويا. طيب كفايه. منعم تعالى معايا. باردون. اقدم لكم الاستاذ عبد المنعم حجازي، دكتور في القانون الجنائي. اهلا هلو وسهلا. متر. اهلا وسهلا. اقدم لكم جوزي الاستاذ كامل بيه شموطي. انت شموطي؟ اهلا شموطي. الدكتور عبد المنعم حجازي؟ ايوه. لكن انا ما سمعتش عنك قبل كده. ولا انا كمان عمري ما سمعت عنك. سيادتك دكتور منين؟ منين؟ انت اللي منين؟ من السربون. وانا من طالون. بلغني انك بتعمل بحث جنائي مع الاستاذ ابراهيم، يا ترى موضوعه ايه؟ ايوه موضوعه عن تشربوا ايه، ويسكي ولا كونياك؟ عن الويسكي والكونياك والزبيب والعرقي والبوظه لكن ايه علاقة الويسكي والكونياك والعرقي والبوظة بالحاجات دي؟ الا علاقة. سيادتك ما تعرفش ان الخمرة اس المصايب كلها؟ عن اذنكم. تعالى يا منعم. انت الظاهر عليك متقل في الشرب. لا ده انا كنت بناقشهم. طيب خش طص وشك بشويه ميه ساقعه علشان تفوق. نعم. طيب. اهلا وسهلا. اهلا. الاستاذ عبد المنعم حجازي، صديق الطفوله وزميلي في المدرسه المحمديه. أميرلاي أحمد عبد السلام، مفتش المباحث الجنائية. أهلا وسهلا. مش عارف شفت سيادتك فين قبل كده؟ وأنا كمان مش فاكر شفت سيادتك فين قبل كده. سيادتك بتتردد على المحافظة؟ أيوة، أحيانا بزور المحافظ. كده أنا مرة شفتك وأنت بتمضي منه أوراق. سيادتك كنت عنده؟ كنت أنا قاعد وأنت واقف. أهلا وسهلا. أهلا. إن شاء الله تبقى تزورني في مكتبي تحت مكتب المحافظ على طول. عارفه. السلام عليكم. اتفضل. اسوره الماس حر. جرى لك ايه؟ قلتوشها بسرعه مغفل. لا حد الله، انا بطلت. ربنا تاب عليا. بقى كنت بتسرق الحلل والهدوم، ولما جه الالماظ لحد عندك تحرم وتتوب. اسوره ب5000 جنيه. 5000 جنيه يا منعم. 5000 جنيه يا عبيط. دي اخر مره هسرق. يخرب بيتك يا وش الفقر. عملت شريف يا اخويا. ومقيم عندك كمان. اسمح لي اقول لك دي جرأة ما كنتش انتظرها منك. في ناس بتروض الوحوش والتعبين. ايوه بتروضها وهي لسه صغيره. منعم زي الطفل الصغير كمان. ده ميه من تحت تبني.
ده تعبان سام، اول ما هيدفع هيرزق. انا بشيل لك اسنانه سنه سنه. هيلف عليك طبعا. لا ابدا يا احمد، وهتشوف. انت اللي هتشوف مصايب وهوايل، وانا مستعد ارهنك. اقترح الرهان اللي يعجبك. رهان رمزي جنيه. لا، رهان حقيقي 500 جنيه. توافق؟ موافق. حضر لي المبلغ من دلوقتي. دورت عليها كويس، غلبت عليها الدنيا. في ايه؟ رئيفة هانم نسيت اسورتها على حوض الحمام، رجعت ما لقيتهاش. يا ريفة هانم اطمني، الاسوره مش هتروح. وما تفتكرش ده يكلفك كتير؟ والله انا ما يهمنيش التكاليف، لكن كل اللي يهمني ان انا ابقى شيك فعلا. وبتستعمل اي نوع من البرفان؟ ايوه انا بستعمل مجريف، لوسيون مجريف. وبتعمل مانيكير فين؟ متشكر. لما بكون هنا في مصر بعمل عند اي محل في شارع قصر النيل طبعا. عن اذنكم. والله العظيم ما خدتها. افهمني بس، انا ما بقولش انك سرقتها، يمكن تكون بتهزر ولا عامل نكته كده ولا حاجه. انا في السرقه ما اعرفش هزار. تحب تعرف مين اللي سرقها؟ مين؟ الهانم الزوات الشيك بنت الحسب والنسب، حرم الوجيه سيد عبده. تسمح تروح تفتشها؟ هتفتشها ولا فتشها انا؟ طيب سيبنا انا اتصرف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا هنا كلكم، اتفضلوا من فضلكم. يا ولية اتفضلوا يا جماعه. اسمعوا يا جماعه، رئيفة هانم سابت اسورتها الالماظ في الحمام، ولازم حد من الموجودين اخدها، وطبعا اللي خدها ده عايز يعمل فصل مضحك، عشان كده انا مضطر افتش الجميع. رئيفة هانم هتفتش الستات، وانا هفتش الرجال. دي اهانه، واظن صاحب البيت ما يسمحش بكده. احنا كلنا نعرف بعض كويس، شوفوا مين الغريب اللي في وسطنا. قصدك مين؟ انا هتفتش، لكن لازم انت كمان تتفتشي. اهو انا اسف يا جماعه، المساله كلها هزار في هزار. مفيش اسوره اتسرقت ولا حاجه، انا اللي خدتها. الاسوره اهي. اتفضلي اتفضلي الاسوره يا رئيفة هانم. ميرسي، متشكرة قوي. مش قلتلك؟ انا مصر ان منهم هو اللي سرقها. وهو اللي خباها في الشجره؟ 100%. يا احمد اسمح لي اقول لك. اسمع يا ابراهيم، انا بحذرك، انت بتلعب بالنار. انا ما حبيتش اعملها رسمي، لكن معلش مره تانية. تصبح على خير. وانت من اهله. سلام عليكم بقى. رايح فين؟ كفايه كده. واكد لك لو حصل السرقه في المريخ برضه هيقولوا انا اللي سرقت. انا تبت عن السرقه، لكن الناس مش قابله توبتي. بونسوار، انا متاسفه قوي. بونسوار. مع السلامه. انا متاسف قوي يا هانم، اعتذر بشده. لا معلش مفيش حاجه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. دي تستاهل. الاسوره يا استاذ ابراهيم، اسورتي انا. ايوه اتفضلي، بس تاني مره انصحك تقفليها كويس بدل ما تقع مني. انا متاسفه خالص، متشكره جدا. العفو يا فندم. مع السلامه. ما كانش ليك حق تديها لها، الهانم حراميه. ويخلصك تبقى زيها؟ ياني. سامحني. تعالي لي يما. مالك بعد الشر عليك؟ اما الله، انت بتغني ولا بتنازع؟ صواريخ بيضربوني. او الشوربه شوربه فراخ. يا لهوي مالك؟ يا حبيبتي يما، تعالي يما، هاتي بوسه يما. اوعى فهمت يا كذاب يا منى. ما تلعبش علي، انا مش عبيطه. ما انتش مصدقه. مش مصدقه. انا عيان. مش مصدقه انك عيان، وما عدتش طالعه لك الاوضه دي ابدا بعد كده. اوعى ما تلمسنيش.
نرجس، انا بحبك، سامحيني. سامحتك، بس يعني انا هكون ايه جنب الهوانم اللي بتشوفها؟ هوانم مين؟ اصحاب ستي. اسمعي يا نرجس، انا عملت عيان وعندي حمى علشان امتحنك واشوفك زيهم ولا لا. لقيتك اشرف منهم كلهم. منعم. نرجس، انا بحبك وعاوز اتجوزك. امشي اطلعي بره. نازلي هانم. ولا كلمه، بره بره. كان نفسي الاستاذ يجي يشوف ويتفرج. يتفرج على ايه؟ الحب مش عيب. اصلك واطي، لو ما كنتش واطي ما كنتش تحب واحده خدامه. خدامه لكن حلوه. حلوه وعجباني. رمرام. الله، انت ايه اللي مزعلك؟ المجرمه السافله فاهمه ان سيدها صاحبك وجت اشتغلت عليك. انا ما حدش يشتغل عليا ابدا. يعني انت اللي اشتغلت عليها؟ وسلمت لك؟ قلبها بس نرجس شريفه قوي، اشرف من اصحابي كلهم. ها افتكر كده. منعم، أنا متأسفة، حقك عليا. أرجوك لازم تفهم إني بحبك. انت ست متجوزه ولازم تكوني مخلصه لجوزك. أرجوك بلاش السيرة دي. جوزك انسان طيب ومحترم، ومش جزاته انه بيحبك وواثق فيكي. منعم أرجوك أرجوك. ما تفتكريش انه عبيط، يجوز حاسس وساكت وفي لحظه هيواجهك بكل شيء. وأنا كمان مش عبيطة، أنا حاسة وعارفة إيه اللي بيجرى. إبراهيم بيحب زهيرة. ايه؟ أيوة، وعامل حجته الشغل. تقدر تقولي بياخدها اسكندرية ليه؟ انا ما صدقش في الاستاذ ابراهيم كده ابدا. وإذا كنت شفته بعناية مش ممكن. الصورة دي حطيتها برفان عشان نداري على خيانته. ويا ريت مع زهيرة بس، ستات أشكال وألوان. ده له جرسونيرة في مصر وجرسونيرة في اسكندرية. ده معذبني، ده هاجرني، مش طايق يجي ناحيتي. أنا عايشة في نار، ما حدش داري بيا. أنا راضية بالذل، وقبل إنه يهين كرامتي كنت أقدر أبص لغيره، لأصحابه من الأغنياء الذوات، لكن ما حبيتش غير أنت. حبيتك بجنون بكل جوارحي. منعم منعم. والله يخلي فرج انت عارف الفتح منها. تبان عليك تلميذ شاطر قوي. بتقرا ايه؟ الانحلال الخلقي. ده كتاب كويس قوي. طيب شد حيلك. الله، إبراهيم أنت جيت؟ جبت لك معايا تذاكر السفر. الطياره هتقوم بكره الساعه 8. هو أنت برضه مصدق إني هسافر؟ الله، مش انت اللي قلتي؟ هو أنا أقدر على بعدك أبدا يا حياتي؟ وما تنساش كمان حفلة جمعية الأطفال اليتامى اللي أنا عضوة فيها ولازم أحضرها. يعني اكيد مش مسافره. 100%. طيب اسافر انا؟ أوروبا؟ لا، اسكندريه. خضتني. عندي محاضره الليله. أسافر معاك. تعب عليكي. هتوحشني. انت هتوحشيني اكتر. يلا خليهم يحضروا الغداء قبل ما نسافر. يلا يا جماعه انا كلهم احسن، انا هموت من الجوع. طب ممكن اكمل الفصل ده بس؟ الخيانه الزوجيه يا شيخ دي حاجه تسد النفس على الاكل. يلا يلا، ده موضوع المحاضره اللي هقولها الليله في اسكندريه. ادخل.
تليفون يا استهاني. الو مين؟ اهلا. ايوه ابراهيم في اسكندريه. برافو. طب ايه رايك بقى نسهر بالليله سوا؟ فرصه ها؟ متاسفه انا تعبانه هنا وحنن بدري. القاهرة. مش ننتقل بكم الآن ومش إلى هسافر إذاعة كمان. خارجية اشوفك بالإسكندرية، لما ترجع. اورفوار. حيث نستمع إلى خد محاضرة التليفون انا هنام ونامي انت موضوعها كمان. الخيانة الزوجية، يلقيها الأستاذ إبراهيم كامل المحامي في قاعة المحاضرات بجامعة الإسكندرية. فإلى هناك. غني عن البيان أيها السادة أن الخيانة الزوجية هي المعول الأول الذي يهدم الأسرة ويقوض المجتمع. هي الشبح الرهيب الذي يخيم علينا فيبدد النور الذي يهدينا إلى حياة فاضلة ويجعلنا نتخبط في ظلمة موحشة لا أمن لنا فيها ولا استقرار. واللعنة التي تنصب علينا فتزلزل كياننا درش عمل نفسه ريس وابتدى يشتغل من غيرك. روح الحياة ده مجهز دقة الليلة. فين؟ أنفسنا هنا. قبل أن هنا فين؟ من الناس. هيسرقوا الفيلا. قد تغتفر السماء لنا ذنوبا وآثاما ولكنها لا تغتفر لنا ذلك الإثم أبدا. رايح فين؟ مشوار. فالخيانة الزوجية أم الكبائر، دلوقتي بل قولوا هي الجرائم المجتمعة. بقول لك رمرام ما صدقتش. انا مش رايح اشرب. امال هتصلي؟ لا اصلي في حكايه كده حصلت لازم اروح انهيها النهارده. ايش عرفك؟ العصفوره قالت لك؟ ايه ما انتش مصدقاني؟ رجلي على رجلك هنا اقعد انا وانت هنا. ما يصحش تروح حته زي دي. ليه؟ بقول لك رايح خماره. خماره ده فيها زبيب وعرقي وطافيه قال شكسبير العظيم: اجرب. من سرق كيس نقودي فقد سرق شيئا أمر بريئا الله. كان تعالي. وأصبح له وكان من قبلنا لأناس آخرين. أما الذي يسرق حسن سمعتي فقد سرق شيئا لا يغنيه ويجعلني فقيرا أشد الفقر. مساء الخير يا سي منعم. مساء النور يا معلم. ولا يا سلو. شوف سي منعم واللي معاه يشربوا ايه. تشكر يا معلم. تشكر يا معلم. انت عارفه هتشربي ايه؟ ايه؟ خمره. كوبايه واحده من دول هتقولي انا جدع. مالكش دعوه المعلم عازمني. تشكر يا معلم. بصحتك يا معلم. ولا كلمة. انت راجل خنتنا كلنا. فهمني بس. مش عايزة مفهومية. انت مش رجعت فلوس المحصل؟ خلاص. ما دام ضميرك صحي وبقيت من الاشراف، عايز مننا ايه؟ انتوا هتسرقوا الفيلا الليله؟ ايوه. شاركنا؟ ملوش لزوم يا درش. ايه لزوم ونص؟ انت كنت عامل ريس. الليله هتعمل ندرجك. الساعة 3 بعد نص الليل تكون مسلك الطريق، وهنقشش الفيلا فوق وتحت. قلت ايه؟ بتبجح لي يا درش. واللي يشدد لك كمان. الله يسامحك. واتفضل بقى امشي قدام احسن لك. وما مشيتش هسيح دمك. طب انا واقف اهو. اقول ايه رايك؟ نصلح؟ اقعد اقعد اقعد. اسمعوا بقى، قلت لكم عندي 600 جنيه. كلام شرف انا هرجع لكم المبلغ ده الوفات. انا اصلي بجهز لشغلانه كبيره قوي هتغنيكم كلكم طول العمر. اللي انتوا شايفينها تحت دي صاحبه الفيلا، زي الخاتم في صباعي. ايه رايكم؟ اجيب لكم برهان اكتر من كده ايه؟ اطلب بالنور.
طيب أنا ليه ما بغيرش يا ناس وحبيبي في وسط الناس أنا نشوة ونجوى وكاس أنا ليه ما بغيرش يا ناس وحبيبي في وسط الناس أنا ليه ما بغيرش يا ناس وحبيبي في وسط الناس أنا نشوة ونجوى وكاس أنا نشوة ونجوى أما في حلوين منكرش بيكم لكن أنا حاجة تانية أنا عارفة إني على عرشي أجمل من كل الدنيا وعشان كده عمري ما غيرش وانشال على عين والراس وعشان كده عمري ما غيرش وانشال على عين والراس انا نشوة نجوى واصطادوا برمش عينيا ونجه يوم لف على غيري هجروا يصعبش عليا ومسيره يقعد ومسيري ألقى ايديا بتنباس ومسيره يقعد ومسيري ألقى ايديا بتنباس أنا نشوة إن كان عالمغنى أغني الليل والعين والآه وأقول للطير استنى تسمع وتقول الله وإن كان عالرقص ده فني أسحر بقلوب الناس وإن كان عالرقص ده فني أسحر بقلوب الناس أنا نشوة ونجوى اهلا نجا، انا جايب الست مخصوص عشان تتفرج عليك. ليه؟ قالوا لك عليا فرجة ولا ايه؟ الله مالك يا نجاة؟ كمان بتقلسي عليا؟ لا لا لا، دي ست مبسوطه شويه بتهزر معاكي. انا ما بهزرش مع سناكيح. سنة ايه؟ سناكيح يا لحم من عم سترو. سترو يا بنت لا لا
ولا اناديله اناديله تترتي تيرا تريرا. سمعنا سننا سمعنا اصحى يا ميري، ده سبيسو. خش يا بتخبط. اخصى عليك، هتوقع من الصينية. سمعنا وحياتك والنبي يا ميري اخصى عليك. افتح بقى تعب. اخصى عليك والنبي. تعالي كمان شويه، انا اطلع وانام. وبعدين هتنام الشهر والظهر يا كسلان يا وحش؟ هتفتح ولا نطلك من الشباك؟ وبعدين معاكي. كفايه بقى والنبي افتح. هات الفطار وروحي انت. اروح انام فين يا اخي؟ مش عايز تصب عليا ولا ايه؟ طيب بقى حط الصينيه واتفضلي من غير ما تروح. انت مالك النهارده؟ سمانة انت زعلان مني ولا ايه؟ ها؟ ابدا ايه؟ امال مش عوايدك يعني؟ لا بتهزر ولا بتضحك ولا بتقولي كلامك الحلو اللي بتقوله لي كل يوم. طيب ما تزهقش، اوعى ما اجيب الليمون. الله، سيبيني. مالك النهارده؟ نسيت الكلام اللي قلته لي امبارح؟ ولا كلام الليل متهوم بزبده؟ ولا ست قالت لك مالكش دعوه بيه؟ على العموم ما عدتش طالعه لك هنا ولا عدتش مكلماك، بس احب انبهك لحاجه، اوعى ست تلف عليك. الله نرجس، انا اصل صعبان عليا الاستاذ ابراهيم، بيحبك قوي، حرام عليك تخونه في مراته. الله وبعدين معاكي. ده راجل سكره. الله انت مالك ومالها؟ امشي اطلعي بره تاني مره ما تجيبيش سيرتها على لسانك. ولا لساني وخ. انت مجنونه؟ دي عايزه حش رقبتها، دي زي الرجاله مقطعه السمكه وديلها. نرجس، يعنيها يا جبايرها. وبعدين معاكي، انت مش خايفه تسمعك؟ تسمعني؟ هاتها لي هنا ولا اقول لها الكلام ده في وشها. اصلك ما تعرفش حكايه منصور بيه لما طلق مراته وشرد ولاده، ولا الدكتور كامل يا حسره قلب عليه، ولا المحروس الدلعدي سننس ابن خالتها. انت هتخرجي ولا لا؟ خلاص خارجه، بس يكون في علمك من دلوقتي. انا استريحت بعد ما قلت اللي في قلبي كله. مالكش دعوه بيا، مالكش حاجه عندي. الاستاذ ابراهيم جه يا استاذ. اعمل ايه؟ دبرني. يلا بسرعه، انا هطلع عطل تكون انت طلعت اوضتك. الحمد لله على السلامة. يا سلام يا سلام يا استاذ على المحاضرة اللي قلتها امبارح. ايه اللي سمعتها وتعود السؤال؟ طيب عن اذنك عشان عاوز اطلع ادي. وايه ده؟ الناس كانت بتسقف لك فشل ام كلثوم كده الا كده، ده الراديو كان هيطرقع من كتر التسقيف. الدرجه دي؟ يا سلام، كلام حلو ومعقول وبالصميم. في نقطة أنا ما كنتش فاهمها كويس. ايه هي النقطة دي؟ أيوة منعم يلا يا منعم الجزء الأخراني. الجزء الاخراني الخاص بالابناء الغير شرعيين. الغير شرعيين. طيب عن اذنك اطلع افاجئ نصدي فوق قبل ما تنزل، ولما هرجع هشرح لك النقطة دي كويس. أمرك. ابراهيم، الحمد لله على السلامة يا حبيبي. وحشني موت موت. نسلي، انت بتعيطي؟ انا حلمت انك عملت حادثة في السكة. ما تبقاش تسافر في العربية يا حبيبي، ما تبقاش تسافر خالص. قوم غير هدومك. عجبتك المحاضرة امبارح يا منى؟
فيلا عجبتني. سمعت؟ طب كانوا بيضحكوا على ايه؟ ايوه كانوا بيضحكوا على ده، كان فيها حاجات تفطس. ايه اللي معورك في اوضتك؟ لا ده انا اتخبطت في الباب. لازم شربت امبارح. لا ابدا، تعالي نقرا الكتاب ده. تعرف يا منعم ساعة ما جينا بالعربية نازلة هانم ما كانتش في اوضتها. غريبة، امال كانت فين؟ شوف انت بقى كانت فين؟ وانا شرفت. في حاجة تحت عينك امسحها. هنا وفي بقك كمان. ايه ده؟ ده حبر. ده احمر. ايوه حبر احمر. وريحتك خمر. يا استاذة زهيرة قولي الحق، كانت بتعمل ايه عندك في الأوضة؟ هي مين؟ واحدة من اتنين، يا نازلة هانم يا نرجس. نرجس؟ عندك حق، نرجس ما بتحطش احمر. ولا نرجس. طب مش عايز تجيب واحدة في البيت؟ ابدا ما حصلش. كده يا منعم اخصى عليك. انت ما تعرفش قد ايه الاستاذ ابراهيم ضحى علشانك، فتح لك بيته واداك كتير من ماله ومجهوده ووقته، خاطر بسمعته وباسمه، وهو ملوش اي مصلحة شخصية غير انه يبعدك عن الشر. دايما يقول من وراك منعم قلبه طيب وفيه شهامة ولاد البلد. منعم ده راجل كويس وهنبقى نفتخر بيه قدام الناس. كنت تصور انك تعمل اي شيء غير انك تخونه في مراته. انا بحب نرجس، بحبها من قلبي. بتأثير الخمرة نسيت كل شيء، نسيت معروف الأستاذ إبراهيم فيا وحب النرجس، نسيت نفسي. برافو برافو، النملة الصغيرة الضعيفة خلت الجبل يتهز. أنا مستغربة إن واحدة زيك تتكلم عن الأخلاق والشرف. يا نصلي هانم، أنا هسألك سؤال واحد جاوبيني عليه. أنت بتحبي جوزي ولا لا؟ يا هانم جاوبيني على السؤال إذا كان عندك شجاعة أدبية. أيوة بس وتتمني تتجوزيه. كل واحدة في الدنيا تتمنى تتجوز الأستاذ إبراهيم لو كان خالي. لكن الستات اللي عينيها مقشرة، اللي ما تتكسفش على دمها زي حضرتك، ترسم خطة موضوعة وتسوق الهبالة على الشيطنة. شغل، محاضرات، مذكرات، سهر لوش الصبح، سفر لاسكندرية، لازقة جنبه في العربية، نازلة معاه في اللوكاندا. أيوة بكل أدب واحترام. وأنا كمان كنت عنده في الأوضة بكل أدب واحترام. يا ترى بتضحكوا على ايه؟ كنا بنتناقش في المحاضرة اللي قلتها امبارح عن الخيانة الزوجية. كده؟ انت الظاهر عليك تعبانه من السفر. فعلا المشوار هدي حيلها خالص. تقدري تروحي عشان تستريحي وانا هوصلك في سكتي. أنا مش تعبانة، أنا رايحة المحكمة. مش حقيقي، حاجه عادة. ايه مالك؟ أرجوك بلاش تستمر في حكاية منعم دي. غريبه، وانت اللي بتقولي الكلام ده لازم في سبب قوي. يا أستاذ إبراهيم، منعم ده بيخدعك. ازاي؟ عرفت إنه خرج امبارح وإنه ما سمعش المحاضرة. انا عارف يا زهيرة. بعد كده انتوا من طريق وانا من طريق. دول تذاكر الدعوة، عاوزكم تتدبقوا على بدل شيك تأجروها وتنتظروا في الصالة. الحفلة هتبتدي بنشيد الأطفال، بعد كده في شوية نمر. الساعة 12 هيبتدي الاستعراض، استعراض الليل والنهار. في مناظر الليل هتطلع الحرامية، دول ممثلين طبعا. ننتهز احنا الفرصة ونخبط إيراد الحفلة في الهيصة. أنا رايح البروفة دلوقتي علشان أوضب كل شيء. تاخدوا بالكم كويس قوي، أي غلطة هتودينا كلنا في داهية. إلى الأمام سر. بس يا ولد
انت اهو بس يا حبيبي بس. لا عيب ما تعيطش. الله انت راجل. الله لا عيب. بس يا حبيبي. انت اسمك ايه؟ مرزوق. والعيال بيقولوا لك كده ليه؟ عشان ابويا شنقوه. شنقوه؟ اصله كان حرامي، وهو الحرامي بيشنقوه؟ قتل واحده ست وسرق صيغتها. طيب ما تزعلش يا مرزوق، انا هبقى ازورك في المؤسسه. انا زي ابوك تمام. انت حرامي؟ حرامي؟ لا انا ما عنديش ولاد. يا خساره. يا خساره. اسمع، وانا قدك كده كنت قلدغ. تعرف عملت ايه علشان عيال ما تشتمنيش وتضحك عليا؟ بقيت اجيب قلم رصاص واحطه بين اسناني واقول ار. وريني كده. خد، ابقى اشتري لك دستة تقلمة واعمل كده كل يوم. حاضر. تعرف لو نطقت الريح كويس هجيب لك هدية كويسة. بسكليتة؟ في الليل يصحوا الأشرار، في الليل يطفوا كل واحد مكانه. برافو، حاجة حلوة خالص، بس ناقص حاجة صغيرة. ايه هي؟ تو ما تظهر الحرامية تطفوا النور خالص ويخشوا كده في وسط الناس. في وسط الناس؟ ايوه، علشان تبقى مفاجأة. فكرة والله. فعلا. خلي بالك يا خواجة. يلا كمان مرة. ازيك يا حبيبتي؟ كمان مرة. متأسفة ما قدرتش احضر البروفة، انت عارفة الترتيبات والإجراءات. عبد المنعم حجازي، شوقية هانم رئيسة الجمعية. حلو، تشرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. لمينا لغاية دلوقتي 3000 جنيه. ها؟ 3000 جنيه، لكن إن شاء الله عندي أمل نلم 5000. ده مبلغ كبير قوي، خلوا بالكم هو حد يسرقه. شوقية هانم ما بتخافش عليها. دي فلوس أيتام وفقراء، ربنا بيبارك فيها. عن إذنكم. أنا عارفة أنت بتفكر في إيه. لا ابدا. منعم، أنا فكرت كتير واتأكدت مش ممكن أقدر أبعد عنك، ومش ممكن كمان أكون على ذمة راجل وأكون مع راجل تاني. الست الشريفة كده. أنا مستعدة أبيع صيغتي وكل اللي حيلتي ونهرب. نهرب نروح فين؟ في أي حتة. بالمبلغ ده تقدر تبتدي حياة جديدة، وأنا هساعدك. ما بين النهار والليل احترت ودليل احتار، عشاقك يا ليل يا ليل بيقولوا عليك ستار، وعشاق النهار يا ليل بيقولوا عليك غدار يا ليل غدار يا ليل. يا شمسي يلي نورك تملي فرحة في عينينا، اللي مولي باني وطلي اللي علينا، باني وطلي اللي علينا، اللي خلي الصبايا يم الأنايا، خلي الصبايا يم الأنايا، تقول معايا حلوة يا زينة، حلوة يا زينة، حلوة يا زينة، حلوة يا زينة، حلوة يا زينة.
انا وحبيبي انا وحبيبي يا ليل يا ستار. يا سمر يا اسكندرانية محلاكي ساعة الصبحية، يا سمر يا سمر يا سمر يا سمر يا اسكندرانية، يا سمرة يا اسكندرانية محلاكي ساعة الصبحية، يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا اسكندرانية. وانتي على وش المية بتعومي زي البلطية، يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا اسكندرانية. والنبي طل بحنية قلبي تحت الشمسية، يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا اسكندرانية. الفجرية للصبحية للظهرية للعصرية، الايد على الايد تضرب في حديد، من الفجرية للصبحية للظهرية للعصرية، ولا تعرف سيد ولا عبودية، عمال وقلوبهم صافية وفي عز الشمس الدافية، ربنا يديهم العافية ربنا يديهم العافية. ربنا يدينا العافية ربنا يدينا العافية. الليل قاسي وغدار، الليل طاغي وجبار، في الليل يصحوا الأشرار، في الليل يطفوا الأنوار. انا مجرم، انا قاتل، انا اللي دبرت حكايه السرقه. اتفقت مع العصابه انها تكون اخر شغلانه ليا معاهم، لكن ربنا بسيد الخير مش عاوزني اعيش وضميري مستريح. مرزوق مات والقلم الرصاص بين اسنانه، كان بيحاول يكمل النقص اللي فيه، كان عاوز يبقى كويس علشان اجيب له البسكليت، لكن انا اللي موتته، انا اللي قتلته. انا هسلم نفسي، هنشد عن العصابه واشهد ضدهم. تفتكر البوليس لو فتش هيلاقي الفلوس؟ أنا جاي أقبض على صديقك عبد المنعم حجازي. منعم هو رئيس العصابة، ومن حسن الحظ إني عارف مطرحه. وقبضتم على العصابة؟ هربوا بالفلوس. أنا نصحتك يا صديق، ما سمعتش كلامي. يا أحمد أرجوك تكلمني بصفتي مفتش مباحث. عن إذنك. اتفضل، هتلاقيه في المكتبة، هو اعترف لي وكان مستعد يسلم نفسه.
ابراهيم. للأسف المتهم إبراهيم. أنا مقبوض عليا بتهمة التستر على مجرم، ودي أول جناية هتترفع فيها. استني. كل واحد يحط الفلوس مطرحها. أنا قلت كل واحد يحط الفلوس مطرحها. لم الفلوس في الصندوق. حط الفلوس. اسمع الكلام ده علشان تتعلم تسوق في الطريق. انت عارف عملت ايه؟ قتلت طفل صغير، دست على رقبته. هات الصندوق حصلني. ارجع انت هو. أنا متأسف يا أستاذ إبراهيم، أنا مضطر أحجزك هنا لحد ما تيجي النيابة. اعذرني، أنا بأدي واجبي. أنا نبهتك قبل كده، ده صنف مش ممكن أبدا إصلاحه. دول أوباش. أرجوك مفيش لزوم. اتفضل. أنا جاي أسلم نفسي. جاي كلامي؟ فين نازلي هاني؟ فين نازلي؟ جريت ورايا، بتفتكرني ههرب. كانت عاوزة ترجعني هنا علشان تنقذ موقفك. بعد ما خدت الفلوس من العصابة ضربوا علينا النار، جت فيها رصاصة باقية في حياتك. مسكينة، كانت خلاص هتسافر أوروبا، لكن هي اللي غيرت رأيها. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا منى؟ أهلا مدموزيل زهير. مدام زهيرة من فضلك. مبروك. عن إذنكم. يلا يلا مفيش وقت.